المصري بعد ما طلع روحنا النهارده وخلانا نخرج عن شعورنا، وكنا خلاص حرفيا بنقطع في هدومنا من اللي احنا كنا شايفينه، الحمد لله كسبنا وتأهلنا لدور ربع النهائي. بس انا عايزه اقول كلمه لكابتن حسام حسن. يا كابتن حسام، الفزلكه اللي حصلت في الشوط الاولاني النهارده دي ما كانش ليها داعي. يعني قدام زيمبابوي انت كان عندك فرصه ترجع، عشان اصلا زيمبابوي فريق ضعيف. قدام بنين برضو كان عندك فرصه ترجع، عشان انت برضو بتلاعب فريق ضعيف. انما لو اتفزلكت في التشكيل في الماتشات الجايه او الماتش الجاي، مش هقول الماتشات عشان مش عارفين لسه هنعمل ايه في الماتش الجاي. لو اتفزلكت في التشكيل انت خلاص هتطلع بره، مش هتعرف ترجع. لان كل ما بتعدي كل ما الفريق اللي هتقابله هيبقى اصعب، فالموضوع هيبقى بالنسبه لك مش محتاج اي غلط في التشكيل. فانت راجع دنيتك بقى وشوف الغلط اللي عندنا ده. لان النهارده بصراحه الماتش كان الشوط الاولاني ده كله يعتبر ضايع مننا، وفرص راحت يعني من صلاح ومن مرموش ما تروحش والله، ما تضيع ابدا يعني. بس الحمد لله على المكسب. نركز بقى كده يا كابتن حسام، لان اللي فات حماده واللي جاي حماده ليفل الوحش. انت دلوقتي هتلاعب اللي هيكسب من كوت ديفوار او بوركينا، ايا كان بقى نصلح الغلط اللي عندنا ده، لان مش هيبقى فيه مجال للفزلكه بعد كده.